بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة يا رب. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا. هنعمل معانا الزلابية أو لقمة القاضي بأسهل طريقة، ناشفة من بره وطرية من جوه وبتشرب العقد وجميلة جدا. طريقة محدش قالها لكم قبل كده. هنبتدي، عندنا بولة هنحط فيها كوباية مية دافية أو كوبايتين مية دافين، وهنحط معلقة خميرة بس ما تكونش مليانة المعلقة، وهنحط معلقة صغيرة سكر برضو ما تكونش مليانة، ونبتدي نقلبهم مع بعض. وبعدين نجيب كوبايتين دقيق نحطهم نحط كوباية، والكوباية التانية هنشيل منها معلقتين. نشيل منها معلقتين، هشيل قدامكم اهو، اهي معلقة، وهنشيل معلقة تانية، وهحط مكان المعلقتين دول معلقتين دقيق السميد او دقيق البسبوسة. دقيق البسبوسة بيدينا طعم لذيذ وجميل فيها. اهي معلقة، وهنحط المعلقة التانية، وهنحط معلقة نشا، وهنحط ذرة ملح عشان يظبط القوام بتاعنا بين الحلو والعجين، او العجين اساسا لازم يتحط له ذرة ملح. ونبتدي نعجنهم كده في الاول بمعلقة، وبعد كده نحط، بعد ما يروح الدقيق معانا كده كله، نحط ظرف فانيليا. يعني شفتوا انت الدقيق قد المية بالظبط لما نيجي نعمل الزلابية، والخميرة تكون قليلة ما تكونش كتيرة. ونحط ظرف زلابية، ظرف فانيليا. وبعد كده نشيل المعلقة اللي احنا بنشتغل بيها دي، ونجيب المضرب عشان ينعم وميبقاش فيه اي تكتلات في العجين. نضربه لمدة 5 دقايق كده بالمضرب اليدوي، تنعم معانا العجينة وهتدينا طراوة. كده نعمت معانا العجينة وما بتقطعش معانا اهي. فكده هنيجي نغطيها ونسيبها لحد ما تخمر معانا. كده هنغطيها كده بعد كده، وبعد كده نيجي نشوفها اهي خمرت معانا. نهبطها مرة تانية، نهبط الخمور بتاعها ونرجعها لوضعها الأصلي تاني، ونروح بقى على البوتاجاز. عندنا زيت غزير ومولعين النار عليه، نار ضعيفة ما تكونش النار قوية. ونبتدي نمسك زي ما انتم شايفين كده، عندنا بولة فيها زيت، ونبل ونحط المعلقة في الزيت ونحط بالطريقة دي. هيدينا زلابية آخر حلاوة، مش أشكال فضائية، أشكال مدورة، وهتشوفوا شكلها عاملة ازاي دلوقتي. والزيت ما يكونش سخن معانا عشان ما تتحرقش من بره وتبقى من جوه لسه نية.
كده هنقلبها بقى نقلبها لحد ما يدينا لون كده الأصفر الفاتح، ونشيلها من العاد لأنها هتتقلي مرة تانية، هتنزل في الزيت مرة تانية. كده هنبتدي نطلعها كده اللون بتاعها اللون المناسب، وبعد ما نخلص الكمية هنبتدي نرجعها تاني في الزيت. هنعمل بقى مرة تانية زي ما انتوا شايفين اهو، او ممكن نحطها في الزيت السخن، لان الزيت مش سخن قوي، لازم يكون الزيت بارد زي ما اتفقنا عشان ما يحرقش الزلابية وتحرق من بره وتبقى من جوه نية. احنا عايزينها تتحرق تستوي من بره ومن جوه، تبقى للسوى متساوي لبعض. بس كده هنبتدي بقى نقلبها تاني. نقلبها وناخد نوديها على العقد على طول. لا نسيبها بره لحد ما نكمل كل الكمية، وبعد كده نرجعها في الطاسة تاني عشان نقليها مرة تانية، عشان ناخد اللون المطلوب والقرمشة المطلوبة بتاعتنا. كده بنهبط العجين عشان العجين ما يخمرش تاني مننا، كل كام رصة كده، ونبتدي نعمل الطريقة اللي شفتوها دي عشان نهبط الخميرة بالعجين. ونطلع بقى المجموعة دي ونعمل المجموعة التانية. كده خلصنا كل الكمية، وهي الكمية زي ما انتم شايفينها مفيش أشكال فضائية وكلها مدورة وآخر حلاوة. هنبتدي بقى نقليها المرة التانية، وطلعت معانا بالشكل ده اهي، دي اللي بالعقد. شايفة ناشفة ازاي ومستوية من جوه اهي، وطعمها خرافة، طعمها خرافة 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 بمعنى الكلمة. وطبعا عملنا جزء بالسكر، طبعا بالسكر بيبقى طري شوية، فعشان كده بيتاكل على طول. وده ممكن تقعد معاكي لتاني يوم وتالت يوم وهي ناشفة بالطريقة دي. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.